السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شوية قراقيش بالعجوة. حاجة كده تستاهل بقكم، ما شاء الله عليها، وسهلة جدا. هنعملها في الصاج كده على طول ونقطعها فيه. مش هنعمل بقى دوشة ونفرد على الصينية وبعدين نرجع نقطع ونرص. لا، احنا هنفردها مرة واحدة، وهنرصها في الصاج مرة واحدة، وهنقطعها مرة واحدة في قلب الصاج. سهلة وبسيطة، وتعمليها كده مع كوباية شاي كده في الفطار، او اخر النهار كده مثلا حابة تروقي كده عليهم وتعملوا كده قعدة حلوة في البلكونة. شوية قراقيش وشوية شاي كده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ان شاء الله الوصفة سهلة وهتعجبكم. وهنعجنها بمية النهاردة. كانش عندي لبن الصراحة ولا كانت، اما عملت وش اللبن معايا اخدته لحاجة تانية. فالمهم قلت ايه، هعمله المرة دي بقى ايه بمية. بس طلعت بصراحة جميلة، وطعمها وشوية تركات كده ونكهات هنحطها هتخليها طعمها تحفة. جربي معايا كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكوا دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب فرج همومنا وكروبنا جميعا، واصلح حالنا وحال أولادنا. ويا رب ولادنا كده اللي في الثانوية العامة ربنا ينجحهم كده يا رب إن شاء الله. ويا رب ما يضيع تعب أي حد، وربنا كده يجعل لكل مجتهد نصيب. أول حاجة أنا هبدأ بيها العجوة بتاعتي. أنا شارية اللي هي بتبقى مخلية جاهزة دي، بس طبعا هي بتبقى برضو إيه ناشفة معاكي، مش اللي هي تقدري تفرديها. فببتدي أقطعها قطع صغيرة كده علشان إن أنا أقدر أسهل على نفسي. بحط معلقة سمنة فلاحي كده في الطاسة. النار تبقى متوسطة معاكي عشان ما تشعوطش معاكي وتشيط ويبقى طعمها مش حلو. فببتدي كده انزل بيها فوق السمنة، وهبتدي بالراحة كده الينها. لقيتها برضو لسه جامدة معايا، بزود شوية مية او لبن. انا طبعا زي ما قلتلك ما كانش عندي لبن فحطيت شوية مية. بفضل كده اهرس فيها لحد ما تبقى ناعمة خالص معايا. ببتدي بقى ايه اجيب شوية سمسم. انا منقياه وحطاه في العلبة. باخد بقى كده منه شوية وابتدي اقلبها على العجوة بتاعتي. بصوا ما شاء الله بقت طرية خالص وجميلة. بحط لها كده سنة فانيليا علشان تديها ريحة حلوة. خلي بيتك كده يبقى عمران بالخير، ويكون طالع منه دايما ريحة حلوة. ببتدي اقلب كده الفانيليا برضو واوزعها عليها كلها. كده هي بقت جاهزة معايا ما شاء الله عليها. بجيب بقى الدقيق بتاعي. بنخل كده الدقيق في قلب الباستيليا اللي هعجن فيها. انا حطيت 3 كوبايات، وهرجع احط كوباية كمان كده بقوا 4. واحط عليهم معلقة ونص خميرة فورية، ومعلقتين سكر. وابتدي اقلبهم كده جوه الدقيق. دي معايا كوباية سمنة على زيت ونص. ببتدي كده ابسسهم كده مع الدقيق. ببس كده العجينة، وبحب احط لها بقى ريحة خرج موز او اللي هي ريحة الكحك. بتخلي بقى طعم القراقيش وريحتها بصراحة كده لها نكهة جميلة. بتحسي فيها بسعادة. انا عن نفسي كده بحس كده بصراحة. انا جبت هنا كوباية مية ومدوبة فيها معلقة ملح صغيرة او نص معلقة يعني. باخد منها كده والم العجينة. مش شرط ان انا اخدها كلها، او حسب بقى الدقيق عندك او حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا كده عجنتها، فضل مني شوية مية يعني اخدنا حوالي 3/4 كوباية. ببتدي كده افردها بالراحة. مش عارفة الاضاءة النهاردة مش عارفة مالها ملخبطة معايا خالص. طلعه كده الاضاءة غامقة مش عارفة ليه. بجيب كده الصاج اللي انا هفرد فيه العجينة. انا بفردها كده بالنشابة بالراحة على قد ما اقدر. هشوف كده مقاس الصاج معايا ايه، وهبتدي ايه احطها في قلبي واظبطها كده معايا. يعني مش هتزعلك في حاجة، لان هي العجينة لينة وطرية. معلش انا هعدل دلوقتي الكاميرا، ما كنتش واخده بالي لان انا كنت مركزه في التفاصيل اللي انا بعملها. ببتدي كده اكمل الاجزاء اللي هي فاضيه من الصاج، واظبطها كده مع بعضها، وبساوي كده الطروف
كده كده انا لما هحط الطبقة التانية بتاعتها هبتدي برضو اظبطها بالنشابة جواها. بجيب بقى العجوة اللي انا عملتها ببتدي افردها قطع كده بالراحة واحطها على وش العجينة. ممكن برضو ان انا افردها على المفرش السيليكون مرة واحدة واقلبها برضو فوقيها. هنا هعمل الطبقة بقى اللي على الوش، هنزل بيها فوق العجوة. برضو هشيل الزوايد وهبتدي احط على الاجزاء اللي هي فاضية دي، وبصي بالنشابة كده هبتدي اسويها مع بعضها واخليها تفرد كده في الصاج. انا هنا معايا سمسم على شمر على ينسون، انا بحبهم بصراحة، طعمهم بيبقى جميل قوي الخلطة دي. وهنا انا بدهن الوش، بحط معلقة عسل اسمر وعليها برضو سنة قهوة وشوية مية وبدهن بيها. انا ما بحبش اللي هي صراحة صفار البيض، انا من النوع اللي هم عدو الحاجات دي، اللي متابعيني عارفين ان انا مش بحب الحكاية دي. فانا بدهن بالخليط ده بصراحة، على ضمانتي جربوه، نكهة وطعم كده فظيع، يعني طعم القهوة مع العسل خطير، وبيديكي اللون بقى اللي انت عايزاه برضو. ببتدي ارش بقى السمسم بتاعي هو واليانسون والشمر وحبة البركة، حتى كله الخلطة بيضة كلها. بصراحة الحاجات دي مفيدة جدا للقولون والجهاز الهضمي، وبتعزز الطعم معايا وبتديله نكهة حلوة. هبتدي بقى اقطعها باي حاجة عندك، لو عندك الرولة دي تمام، ما عندكيش باي سكينة عادي خالص هتقطعيها بكل سهولة. هقطعها كده بالطول وبالعرض على حجم القرقوشة اللي انا عاوزاه، يعني عايزاها كبيرة بقطعها كبيرة، عايزاها متوسطة. فانا هبتدي اقسم كده الصاج بالويم كده حوالي مثلا 4 قطعات كده. المقاس ده بالنسبة لي كويس. هدخلها على حرارة متوسطة على الشبكة، ما بولعش الشواية غير في الاخر خالص لو انا حسيت ان هي محتاجة شوية في الوش ان هي تستوي. لكن هي ما شاء الله استوت معايا، ما اخدتش حاجة، جميلة وسهلة وسريعة، ما اخدتش وقت. انا عايزة اقول لكم ان انا عملتها بعد ما خلصت الغدا، عبال ما انا مستنية جوزي كده يرجع من الشغل، عملتهم وعجنتهم وخبزتهم، ما اخدوش حاجة. طبعا انت بتسيبي العجينة ترتاح شوية. بصوا اللون من فوق ومن تحت شكل بعض، والتسوية بتاعتها ما شاء الله، والطعم جميل.